برشلونة يكتسح ريال مدريد 4-3 في مباراة إياب الدوري الإسباني، ويقترب من تحقيق لقب الدوري للمرة 28 بتاريخه، يعني كلها أيام إن شاء الله فريق برشلونة يحتفل مع جماهيره بتحقيق هذا اللقب. كان هناك في أخطاء دفاعية وثغرات، هانز فليك اعترف فيها وحكى أنا راح يعني أعالج هذا الموضوع، ما عندها هسه وقت، يعني في مباراة كل 3 أو 4 أيام، راح أعالجها بالفترة التحضيرية قبل الموسم القادم. أنا يعني بركز حاليا على بعض، يعني على بعض الأمور الفنية، لكن راح يكون هناك معالجة لهذه الأخطاء. فريق برشلونة اكتسح ريال مدريد وسيطر عليه بالطول وبالعرض، ما بنقلل من ريال مدريد، لكن فريق برشلونة أقوى من بداية الموسم. كان الأفضل. الألقاب اللي يعني حصل عليها كأس السوبر وكأس الملك، وإن شاء الله قريبا الدوري الإسباني كان يستحقها. دوري الأبطال يعني مش نحكي إنه التحكيم وضربة حظ، لكن خلاص خرج من دوري الأبطال، حقق كل الألقاب المحلية المتاحة. نيجي هسه على جمهور ريال مدريد اللي بيحكوا لك إحنا تعال لنا نهاية الموسم بتشوف الألقاب اللي راح نجيبها، أنتوا العبوا زي ما بدكم، إلكم الوديات ولا الرسميات، لا يكون رسميات ولا الألقاب. أنت يا حبيبي فريقك خارج بموسم صفري، فريقك ما عنده ولا لقب الموسم هذا. فريق برشلونة يستحق هذه الألقاب اللي حصل عليها واللي راح يحصل عليها إن شاء الله خلال أيام. تحيا برشلونة دائما وأبدا. مبروك هذا الفوز لفريق برشلونة ولكل مشجعي برشلونة.